سلام، كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. في اطار الوصفات ديال الضيافه اليوم نقترح عليكم واحد الكلاص ديال الضيافه اللي هو معروف عالميا، اللي هو النوغا غلاسي. الايطاليين كانوا هما الاوائل في الاعداد ديالو. كاينين نسخ فرنسيه، كاينه نسخ اجنبيه، ولكن كتبقى النسخه الايطاليه ديال النوكا غلاسي هي احسن نسخه ممكن تقوموا بالاعداد ديالها. هو كلاص راقي كيتقدم في الضيافه، حيت ماشي بحال لي كلاص اللي كنصايبوه اللي هو كيكون عادي بالفواكه ولا كيكون بالشوكولاته. هذا احسن بكثير. كنتمنى انكم تجربوه وبقاو معايا باش نشوفوا المقادير. اول شيء غنحتاجو هو بطبيعه الحال المكسرات. ممكن تختاروا نوع واحد ديال المكسرات، الاغلبيه ديال الناس كيختاروا انه اللوز. انا اختاريت هاد 4 ديال الانواع ديال المكسرات اللي هي الكركاع، اللوز والاكاجو والنوازيت. اختاريت هاد الفواكه الجافه انها تكون ما محمراش باش نحصلوا على نوغاتي اللي هي مزيانه. غنحتاجوا مع هاد الاشياء 100 غرام من السكر حبيبات و30 ملل من الماء، زائد ملعقه مائده من الزبده اصل حيواني. من بعد غنشرح الزبده علاش غنحتاجوها. فوق النار اللي هي تكون هادئه غنقوم بالاضافه ديال السكر حبيبات زائد الماء. بحال هنايا غنحضروا الويت كاراميل، داك الكراميل اللي كنسميوه سارد، يعني كيكون فيه الماء، حيت كاين جوج ديال الانواع ديال الكراميل، ولكن هنايا الغرض منه اننا نحصلوا على نوغاتين. تذكروا ان هذا البروسيسوس اللي حنايا كنديروا فيه هو نفسه باش نحصلوا على البخاليني. يعني البخاليني راه هي النوغاتين، غير هي كنطحنوها. حنا محتاجين هنايا النوغاتين بدون ما اننا نطحنوها. الناس اللي عارفين اللي كيصايبوا البخاليني في الدار عارفين بان هاد الطريقه راه هي نفسها اللي كنحضروا بها البخاليني، غير البخاليني كنزيدوا نطحنوه. من يبان لي داك السكر ما كنحركوش، ملي كنضيف عليه الماء من يبان لي بدا كيغلى كيدير في الفقاعات بحال هكذا، كنقوم بالاضافه ديال الفواكه الجافه. الفواكه الجافه قلت ما محمراش، حيت التحراك ديالها هنايا هو اللي غيقوم بديك العمليه ديال انها غتحمص. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبغيو يحضروا النوغاتين، ممكن ان هاد الفواكه الجافه ما يدوزوش من هاد ليطاب. هاد الفواكه الجافه يشريوها محمره ويقوموا بالتقطيع ديالها والاضافه ديالها للمورانغ الايطالي اللي غنصايبوه من بعد. ولكن تيقوني الا قلت بان الاعداد ديال النوغاتين احسن بكثير كيجي في النوغا غلاسي من اننا نستخدموا غير الفواكه الجافه محمره نقطعوها ونقوموا بالاضافه ديالها. ما تخافوش، غتبقاو تحركوا فيهم حتى غيبان لكم بان داك السكر بدا كيتحبب. ما تخلعوش. فوق النار اللي هي ديما هادئه غتقوموا بالتحريك ديال هاد العناصر كامله. كاين الناس اللي النوغاتين كتلصق ليهم مع بعضياتهم. لاستيس هو اننا نضيفوا واحد الملعقه ديال المائده ونصف ملعقه مائده من الزبده. اش كدير هذيك نصف ملعقه مائده من الزبده؟ كتعمل كواحد الحاجز ما بين هاد الفواكه الجافه انهم ما يلتصقوش بعضياتهم. وكنحركوا. انا المقدار اللي هنايا اللي كنخدم به، الاناء اللي كنخدم فيه هاد الاشياء هو اناء اللي هو نحاسي ديال النحاس، اللي كيضمن لي انها تكون واحد لا كارميليزاسيون ديال هاد النوغاتين اللي هي متساويه، وهاد الحبوب كامله الفواكه الجافه يكونوا عندهم واحد المستوى ديال التحمار اللي يكون موحد، ما تكونش وحده باقا خضراء من الداخل وحده محمره. ممكن تستخدموا اناء اللي هو ديال انوكس، ماشي مشكل، غير ما يكون غير لاصق. كناخذوا واحد السيلبات فوق الصينيه ديال الفرن وكنوضع فيه هاد النوغاتين، كنخليها تبرد. عاده من بعد غنقوم بالتقطيع ديالها. ملي تبرد غتاخذوا يا اما لوح خشبي غتوضعوا فيه هاد النوغاتين وغتقوموا بالتقطيع ديالها ربي واحد السكين حاده كما انايا كندير، بالطريقه اللي هي زعما تحصلوا على قطعه اللي غير متجانسه، ماشي مشكل. ولا ممكن انكم تاخذوا ان ميكسور وتقوموا بالهرش ديالها. يعني ما تحاولوش انكم تطحنوها حتى تولي فتات. انا بالنسبه لي احسن طريقه هو لوح خشبي والسكين حاد. غتحصلوا على هاد القطع اللي غير متجانسه، ولكن ضروري انها تكون بهذا الشكل. بالنسبه للمورانغ ايطالي غنحتاج 120 غرام من العسل، ممكن يكون ديال الزهر الليمون وديال الاوكاليبتوس. غنحتاج معاه 30 غرام ديال الجليكوز، وغنحتاج معاه 120 غرام من بياض البيض اللي هو تقريبا واحد البياض البيض ديال 3 البيضات بحجم اللي هو متوسط. غنحتاجوا ايضا السكر، غنحتاج منه 50 غرام. غنحتاج ليزاس ديال الليمونه كبيره، وواحد الملعقه مائده من مستحضر
الفانيلا. هذا باش نحضر المورانغ الايطالي، نشوفوا من بعد كيفاش غنحضروه. هو في نفس الوقت كيتخدم، يعني غتاخدوا الاناء اللي غتوضعوا فيه العسل مع السكر مع الجليكوز، وغتخليه فوق نار هادئه، وغتاخدوا ان ترمومتر وتضمنوا حتى انه يوصل درجه حراره تقريبا 120 119. الا ما كانش عندكم ترمومتر غير غتشوفوه بدا كيغلي وهذاك السكر تقريبا داب، غتقوموا بالازاله ديالو. وفي الباتور او ميم طون غنوضع هذاك بياض البيض على جنب يتضرب مني، والبيض ديال البيض كيتضرب على سرعه هادئه، وفي نفس الوقت انا الترمومتر شاداه على العسل والجليكوز والسكر، وكنضمن انه يوصل لهذيك درجه الحراره ديال 119 120. ان فوا كيوصل ل 119 120 كنزيد في الباتور ديال العجانه، كنزيد في السرعه ديالو السرعه اللي هي عاليه، وكنقوم بالاضافه ديال هاد السيرو ديال العسل والجليكوز والسكر. كاين الاشخاص اللي ما كيستخدموش العسل، كيستخدموا غير السيرو ديال السكر، ماشي مشكل، حتى هو ممكن نحضروا به المورانغ الايطالي. وغنضيفوا بهذه الطريقه الباتور خدام، وانا كنضيفو على الجنب ديال البول ديال العجينه على شكل قطرات بحال هكذا، وانا كندرب على سرعه عاليه. ما غنوقفش نهائيا التضريب حتى نتاكد من ان هذا المورانغ ايطالي برد، يعني غنقيسو من الجوانب، من يبان لي بانه برد عاد غنقوم ديك الساعه بتوقيف الباتور، وغنقوم بالازاله ديالو. كما كتشوفوني انا راه كنقيسو باليد ديالي، كنشوف واش البول بردات ولا ما برداتش، حيت السيرو راه وصل درجه حراره 120. هنايا راه وجد، غنحيدو وغندوز ليطاب الاخرى اللي هي ليطاب ديال القشده الطريه. هنا خديت قشده طريه اللي هي من اصل حيواني، ما كناخذش قشده طريه من اصل نباتي. اللي خديتوها غتكون محلات، وغتجيكم هاد النوغا كلاصي غتجيكم حلوه بزاف. الا قدرتوا تلقاو نباتيه نون سويتند يعني غير محلات ممكن تستخدموها، ولكن المحلات غتخسر لكم هاد الوصفه، حيت القياس ديال السكر هنايا مضبوط. غناخذها، ما غنضيف عليها لا سكر لا حتى شي حاجه، وغنقوم بالتضريب ديالها. ما نحاولش انني ندربها بنسبه 100%، كندربها بواحد النسبه تقريبا ديال 60%، يعني خاصها تكون ليكيد، مازال باقا ليكيد، ما تكونش هذيك الكريم فريش اللي حنايا كنحصلوا عليها كتكون عاقده. بالنسبه للفواكه المعسله ضروري انكم تستخدموا الكورسي ديال لورانج، القشور ديال الليمون اللي هي معسله، معهم الكيوي، معهم المشماش، ومعهم الزبيب. ممكن تستخدموا نوع واحد، ولكن اللي معروف على النوغا كلاصي هو الاستخدام ديال لي كورسي ديال لي زورانج، يعني القشور ديال الليمون اللي كتكون معسله، كتعطيها واحد النكهه اللي هي مغايره. طبيعه الحال قمنا بالاضافه ديال الزيت ديال الليمون، وقمنا بالاضافه ديال الفاني في المرحله ديال التضريب ديال المورانغ. وكنضيف ايضا هذاك النوغاتين اللي قطعناها، كنضيف تقريبا النصف ديالها، كنخلط، كنتاكد غير بانه داك الشيء تجانس. ما كنستخدمش الباتور، كنستخدم هذيك اللي كنرمل بها العجينه، يعني لاطاشمون واحده اخرى ديال العجانه. ممكن تستخدموا باتور، ولكن الا ما كانش عندكم استخدموا غير سباتول وقلبوا هاد الاشياء مزيان. كناخذ القشده الطريه كنضيفها على 3 ديال المراحل كما كتشوفوا، كنقلب من الفوق لتحت في كل مرحله، كنقوم بالاضافه ديالها باش نحاول ان هذاك المورانغ الايطالي ما نطيحوش، حيت راه هو بياض البيض اللي قمنا بالتضريب ديالو، دخلنا ليه واحد الهواء، ماشي من الصالح ديالنا اننا من بعد نطيحوه. كناخذ واحد الاناء اللي هو طويل، ولا اي اناء نتوما كتقدموا فيه الكلاص. انا وضعت فيه ورق مشمع باش يسهل عليا ان هذا الكلاص من يبرد انني نحيدو. كنخليه ليله كامله 24 ساعه ولا 48 ساعه، غيكون احسن، غيكون شد في راسو مزيان. كنليسي الوجه ديالو، وغنوضع واحد الفيلم اليمونتير على الوجه ديالو باش ما يتحجرش ليا الوجه ديالو، ولا يتشكل فيه الجزيئات ديال الماء اللي هي مجمده، يعني هذاك الجليد ما يكونش عندي على الوجه ديالو. وكنقوم بالوضع ديالو في المجمد. بالنسبه للبقيه ديال النوغاتين راه احتفظت بها في واحد الاناء اللي هو محكم الغلق، وغنقوم بالاستخدام ديالها في التزيين ولا في الاطباق الفرديه كتجي مرافقه لهم. من بعد تقريبا 24 ساعه ولا 48 ساعه على حسب نتوما متى كتقوموا بالاعداد ديالو،
الازاله ديالو من الاناء الزجاجي غتكون سهله، حيت استخدمت ورق مشمع. الا ما كانش عندكم ورق مشمع ممكن تستخدموا غير الفيلم اليمونتير، غير هو غيعطيه واحد الملمس اللي ماشي هو ليس، حيت غيكونوا فيه واحد التجاعيد ديال هذاك الفيلم اليمونتير. كنقوم بالوضع ديالو فوق الطبق ديال التقديم. وهنايا انا درت مرافق مع واحد الكونفي ديال لي فخوي غوج اللي كان فيها ليميغ وكان فيها الميرتيل. استخدمت تقريبا واحد 200 غرام وضفت عليهم واحد 30 غرام ديال السكر، واحد العصير ديال الحامضه، وخليتهم غلاو واحد 10 ديال الدقائق حتى 20 دقيقه على حسب القوام نتوما كيفاش باغيين هو يكون خاتر. وقمت بالاضافه على الوجه ديالها داك النوغاتين اللي حضرناها مسبقا. كما قلت راه غنستخدموها في لا ديكوراسيون، وممكن ترافقوا بها حتى الاطباق الجانبيه. يعني من بعد ما قطعت اول قطعه بهذا الشكل كنقوم بالاضافه على الوجه ديالها القليل من هذاك البيوري ديال ديك الفواكه اللي الحمراء. علاش انا استخدمت الفواكه الحمراء؟ باش نقلب على واحد التوازن ديال واحد النكهات ما بين لاسيديتي وما بين الحلو. النوغا كلاصي كتجي حلوه، ولكن ملي كنضيفوا عليها هاد الكونفي ديال لي فخوي غوج كتعطي واحد لاسيديتي وكتعادل هذاك الحلاوه وهذيك الحموضيه ديال هذا الكونفي اللي حنا استخدمنا. هذه فكره ممكن حتى هي تعتمدوها، ولكن كان التركيز الاساسي هو على النوغا كلاصي. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مريم في القناه، يفعل زر ديال الجرس واشترك، ولا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. وخليوا لي الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم، غادي تفرحني اكيد وغادي تشجعني. الى اللقاء.